Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها المسلمون أسبغ الله على عباده نعمه ظاهرة وباطنة في منامهم ويقظتهم وهو سبحانه يدبر الأمر في الليل والنهار وبحكمة حجب علم الغيب عن الخلق ولا سبيل إلى معرفة الغيب إلا ما يطلع الله عليه رسله. قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن نعم الله الباطنة وعجائب الصنع الباهرة أن أبقى جزءا من نبوة لمعرفة شيء من الغيب يطلع عليه من يشاء من عباده في منامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا مبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. حديث رواه البخاري. ففيها من بديع علم الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه فتنبؤه عن الماضي والحال والمستقبل ما يغنيه عن كذب الكهان ونحوهم. وفيها حث على الخير وتحذير من الشر وبشارة ونذارة. وللرؤيا في الشرع مقام عظيم فهي مع الأنبياء عليهم السلام تثبيت لهم في أشد المحن والأحداث وهي وحي لهم دون غيرهم. قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فرفع الله مقام إبراهيم بتصديقه الرؤيا وامتثاله أمر ربه فأبقى له ثناء صديقا جيل بعد جيل. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. ويوسف عليه السلام بدأت حياته بالرؤيا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وتحققت رؤياه بعز له ورفعه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وأول الخير والنور لهذه الأمة كان بالرؤيا
قالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح. الحديث متفق عليه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح المكة في المنام وهو في المدينة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ففتحها الله له بعد عام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يقصها على أصحابه، بل إذا صلى الصبح أقبل على أصحابه بوجهه ويسألهم هل رأى أحد منكم الباهرة رؤيا. الحديث متفق عليه. وأصل تشريع الأذان إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا رآها الصحابي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألك عليه ما رأيت فليؤذن به. الحديث رواه الأحمد. والرؤيا ثلاثة أقسام، واحدة منهن حق لا بد من وقوعها، والاثنتان إما من شيطان وإما أضعاف أحلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. الحديث رواه المسلم. فالرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغر، وهي جزء من النبوة. قال عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات الباقية بعد النبوة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. والرؤيا الصادقة جزء من نبوة، والنبوة وحي، والكاذب في نومه كاذب على الله أنه أراه ما لم يره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفرا أي أكذب الكذب أي يري عينيه ما لم تراه، ويؤمر يوم القيامة بما لا قدرة له عليه مبالغة في التعذيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. الحديث رواه البخاري. الرؤيا النهار حق كرؤيا الليل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فقال عندها من القيلولة في النهار، فأرى رؤيا فقصها عليها، ومن أرى رؤيا يحبها استحب له أن يحمد الله عليها.
وأن يستبشر بها وأن يحدث بها منه يحب. أما الحاسد والكائد فلا يحدثهما بما رأى. قال يعقوب عليهم السلام يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا. ومن رأى ما يكره يسن أن يتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ويبصق عن يساره ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه ولا يحدث بها أحدا وليقم فليصل. قال النووي رحمه الله وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به الأحاديث. والرؤيا الصادقة واقعة لا محالة سواء عبرت أم لا. فيعقوب قال ليوسف عليهما السلام لا تقصص رؤياك ولم يعبرها ومع هذا وقعت. والمعبر إنما يكشف حقيقة ما دلت عليه الرؤيا وقد يصيب وقد يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بعد تعبيره لرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الحديث متفق عليه. وأما زمن وقوعها فقد تقع حالا وقد يتأخر وقوعها قليلا أو كثيرا. فحين بعود العهد بالنبوة وآثارها عوض الله المؤمنين برؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان أي قرب قيام الساعة لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. الحديث متفق عليه. وأما زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا في اليقظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. قال ابن حجر رحمه الله من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحاب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقا وهذا بخلاف الكاذب والمخلد فإنه يفسد قلبه ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا. فلازم الصدق في الحديث ولازم التقوى تظفر بخير الدنيا والآخرة. وبعد أيها المسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.